لاول مره في مصر سماش برجر، بس ايه؟ بلحمه النعام. لاول مره في مصر بيتزا بلحم النعام، ومش اي لحم نعام، سماش برجر نعام. عمر شاب جميل جدا عنده 18 سنه، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. الراجل الطيب ده فكر يعمل مشروع اكل، فطبعا راح على طول دماغه ناحيه ايه؟ السماش برجر. اول مره هتاكل سماش برجر بس بلحم النعام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من مدينه نصر. عمر شاب جميل جدا عنده 18 سنه، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. الراجل الطيب ده فكر يعمل مشروع اكل، فطبعا راح على طول دماغه ناحيه ايه؟ السماش برجر. هتقولي طب انت رايح تصور واحد عنده عربيه ولا محل صغير بتاع برجر؟ ما انت طلعت قلت يجوا لي 1000 واحد ومفيش افكار. الراجل ده بقى عامل فكره جديده، اول مره هتاكل سماش برجر بس بلحم النعام. عاش يا عمر، عاش والله العظيم. فكره جديده وان شاء الله الطعم يكون مميز. انا هروح اجرب، ولو بتشوفوا الفيديو ده يبقى عمر 100. يلا بينا. وصلنا يا جماعه مدينه نصر. ده شارع مكرم عبيد، وده عبد الرازق الصنهوري، وهناك كده حديقه الطفل. الكوبري بقى اللي معدي بقى في عبد الرازق الصنهوري. الناحيه الثانيه انريتد برجر. يا باشمهندس عمر، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. ايه الموضوع؟ في ايه؟ انت عندك 18 سنه بجد؟ اه انا كنت فاكرك بتضحك عليا مثلا. لا والله ايه اخبارك؟ زي الفل. ايه انت فين؟ انت بتعمل ايه؟ انا بعمل برجر نعام وسماش وكل حاجه حلوه يعني. انت ايه اللي جابك انت في الموضوع ده؟ مالك انت مال الشغلانه دي يا عم انت؟ يعني حبيت ابدا حاجه برضو تساعدني جنب الدراسه وكده. انت اصلا بتدرس فين بقى؟ انا في الجامعه الصينيه ما تفرجش يا عم معايا يا عم. لا الجامعه الصينيه بجد؟ اه يعني انت بتتكلم صيني؟ على قدي. على قدك وفي الجامعه الصينيه؟ طب خلاص باشا، هحرجك بقى واقول لك قول لي شوحها ما تطلبهاش بالصيني. تعرف تقولها؟ لا طبعا. انت منين اصلا؟ من مدينه نصر؟ انا من عين شمس. وفكرت تعملوا المشروع هنا؟ اه تمام، ربنا معاك يا رب. ايه بقى ان فكره النعام دي جت منين بقى؟ فجاه كده يعني حبيت اطلع بحاجه جديده على فكره انا جيت لك عشانها. انا عايز اقول لك ناس كتير جدا بتكلمني عندها مشاريع برجر، بس للاسف مفيش فكره. أيوة. مفيش افكار. ايوه، ما عشان كده انا حبيت اطلع بحاجه جديده مش موجوده خالص يعني. انتوا اللي بتجيبوا النعام وبتفرموه وبتعملوا له التتبيل وكل حاجه؟ من البدايه خالص. واللحمه نفس الكلام؟ كل حاجه بلدي، كل حاجه خامات عاليه جدا جدا يعني، مش موجوده دلوقتي في اي حته. ربنا يوفقك يا رب. يا رب. حبيبي يا عمر، ورينا المنيو بقى بتاعتك. انا احب المنيوهات الرفيعه دي. كله سماش يعني. ده بيف والاوستريش اللي هو النعام. تمام. يعني ده كده سعر البيف وده سعر النعام. تمام بس طبعا احنا كلنا هنيجي نجرب ايه ده. في سنجل ودبل وتريبل وكواترو. تمام. كواترو ده اللي هو الاربعه. الاربعه وايه في طبعا كريسبي. ده فراخ. ده كريسبي أفضل. ماشي، ما عملناش دعوه بالفراخ احنا. في النهاردة. بيتزا طبعا. ايه بقى موضوع البيتزا ده بقى؟ في برضه بيتزا كمان هنا بالسماش يعني. البيتزا نفسها بالسماش برجر. يعني في برضه بيف وفي نعام. انا عايز اجرب بقى النعام البرجر. نعم. وهات لنا يا عم سندوتش بيف كمان نجربه. نعم. وهات لنا بيتزا اللي هي بالنعام دي برضه من عين. نجربها. قول لي بقى انتوا بتوصلوا فين؟ في توصيل يعني في حدود مدينه نصر ومصر الجديده. الرقم تليفونك كام؟ الارقام مش حافظها كالاتي. مش حافظها فعلا. عادي. اقلب. عبد الرازق الصنهوري، مدينه نصر، مكرم عبيد 2. ارقام التليفونات 012 84 37 4219 و 015 527 2364. اندر ريتد برجر. الصفحه بتاعتك اسمها اندر ريتد برجر. تمام، كل حاجه اسمها اندر ريتد برجر. يعني انت كده داخل في الناس شمال، اللي هو احنا البرجر بتاعنا اندر ريتد يا جماعه. فعلا. فتعالوا عشان جربوا وهتشوفوا فعلا. هتجربوا وتشوفوا. فعلا. يلا بينا يا صاحبي. يلا تفرجني. تعالى. يلا بينا. عاملين ايه يا رجاله؟ الحمد لله. ايه اخباركم؟ كله تمام الحمد لله. انتوا اخوات جدا. اه مين بقى؟ انا مش كريم، انا كرم. لا محمود واحمد. ربنا يديكم الصحه يا رجاله. ده البرجر النعام ده. ها؟ دي اللحمه. هي بتيجي بقى يعني انتوا بتجيبوا النعام وبتفرموه، بيتحط معاه ليا مثلا، بيتحط معاه دهون او حاجه شبه برجر ولا؟ دهن النعام ذات نفسها. دهن النعام نفسه. يعني ده لحم نعام بس. لحم النعام ودهون النعام. ما نقدرش نخلط دهون البقري عشان ما تغيرش الطعم. يعني ده نعام فقط. فقط. اكيد. خد بالك انا اكلت نعام كتير وعارف طعم. لا، اوعى طعم كويس. هجيبك. انتوا بتقفلوا الساعه كام هنا بقى؟ نقفل الساعه 2. من كام نفتح لكام؟ من الساعه 2 الصبح لحد الساعه 2 الفجر. طب يلا يا جدعان انا جاهز. ده انت حطيت زيت بقى كده على الجريل ده عادي زيت خالص. بس. تمام. بحط السماش. ده نعام. ده النعام ماشي. انت عادة بتحط الورقة دي ولا؟ عشان بس ما تلزقش مش اكتر. بياخد وقت كتير بقى على النار؟ لا اقل حتى من البيف يعني. اقل من اللحمة. تمام. طبعا يا جماعة برضو للناس اللي بتتفرج ومش عارفة ايه فكرة السماش برجر، لعل وعسى رغم ان مصر كلها بقت عارفة ايه يعني ده.
بيتحطش عليه حاجه كتير، ملح وفلفل. ملح وفلفل. السماش برجر ده بتبقى عجينه الهمبرجر بتتعمل وبتبقى متكوره وبتتحط وبعد كده بتتكبس بالمكبس اللي انتوا شايفينه وبيترش عليها الملح والفلفل على الجريلا وبعد كده بتتقلب ولو بيتحط عليها جبنه ولا حاجه وكده بتبقى ايه جاهزه. انت جاي هنا عشان تعمل ايه؟ عشان تاكل ايه؟ برجر النعام. برجر بالنعام. انت مقتنع؟ انا لسه ما دقتش. انت لسه ما دقتش؟ لا. يعني انا جاي قبلك كمان. جاي قبلي. شفت بقى؟ يلا دوق دوق انا مستنيك. قول لي رايك. ماشي. لغوص ما تقلقش هخليك تغسل ايدك. طول ما انت معايا ما تقلقش. بسم الله. ودي واد عليه قطمه. ايه الحلاوه والجمال ده؟ بقول لك ايه؟ اه هو جامد قوي. بجد. اه. طعمه زي البرجر اللحمه ولا مختلف؟ في اختلاف شويه، لا اختلاف شويه. يعني الطعم مش نفس البرجر بتاعنا لا اللي احنا لا لا عارفينه. خالص. انت اسمك ايه؟ حتى عضته مختلفه. عضته؟ اه والله. انت راجل محترم. عيب عليك. انت اسمك ايه؟ خد. خضر؟ عيب عليك. حبيبي يا عم خضر. حبيبي بالهنا يا والشفا. معلش اقتحمت عليكم. طب صاحبك جاي تتفرجوا عليك ولا هو ايه؟ عامل دايت وقرفني. دايت ايه يا عم؟ احنا ما حدش يعمل دايت هنا. بالهنا والشفا يا رجاله. بقول لك ايه؟ خطير بجد. والله العظيم. على وضعك يا خضر. حبيب قلبي. حبيبي. هي دي بيتزا اللي بالبرجر؟ بس على الصوت. بتاخد صوص لسه على وشها. بحب انا الافكار اللي بره الصندوق دي يا جدعان والله. عاش يا رجاله. ده الدبل بيف. ده الدبل بيف. حلو. طبعا يا جماعه ده برجر النعام وده برجر اللحمه ودي بيتزا النعام. احنا بقى نجيب برجر اللحمه ده نخليه على جنب هنا. العيش شكله حلو، السندوتش شكله حلو، السندوتش شكله يفرح. هندوق ونشوف هل فعلا برجر النعام يفرق عن البرجر العادي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السندوتش طعمه حلو بس انا عايز ادوق البرجر لوحده. بصوا هو طعمه قريب شويه من اللحم بس هو في حاجه مختلفه. هل نجربه؟ نجربه جدا. يعني انا بالنسبه لي لو عايز اكل سندوتش برجر انا ممكن اكل السندوتش ده. هيبقى بالنسبه لي باكل سندوتش برجر طعمه حلو قوي وطعمه مختلف بس مختلف حلو. فكره حلوه وفكره جديده وانصح اي حد انه يجربها. تعالوا بقى نجرب البيتزا اللي بالسماش برجر اللي بالنعام. البيتزا سيمبل وطعمها حلو قوي والبرجر عليها موديها برده في مكان حلو مع اختلاف طعم برجر النعام شويه فمخلي الموضوع محلو اكتر. يعني انا انصح اي حد فعلا ان هو يجي يجرب هنا. بس قبل ما نقفل انا عايز اجرب بقى ايه البرجر بتاعهم اللحمه بقى العادي. سندوتش هادي قوي حلو قوي وللاسف ممكن اكل منه 3 4 وانا مش واخد بالي من كتر ما هو فعلا سندوتش فعلا حلو. ما فيهوش عك، ما فيهوش لخبطه، ما فيهوش 30,000 حاجه فوق بعض محشي جبنه ومش يعني هو السندوتش فعلا متميز. البرجر اللحمه عندهم متميز وبرجر النعام متميز. في مدينه نصر تقاطع عبد الرزاق السنهوري مع مكرم عبيد عند حديقه الطفل تحت الكوبري. اللي لازم تيجوا تجربوه، لازم تدعموا الشباب المحترم ده اللي بيعمل فكره جديده وبيعمل حاجه جديده وبيعمل اكل جديد وبيعمل تيست كويس وكواليتي ومحترم جدا جدا جدا. اما تيجوا ابقوا اكتبوا لي في الكومنتات عن تجربتكم مع برجر لحم النعام وقولوا لي رايكم ايه. قبل بقى ما جينا نمشي لقيته بيقول لي ايه اصبر عشان تحلي. احنا بنعمل هنا حلو بتاعنا مخصوص. هو انا شايفه توست غالبا، هو غالبا فرنش توست بايدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى بحب الحلويات اللي ممكن تاكل منها دستة دي ما تتعبش. عالمي. تعالوا اندر ريتد برجر وصدقوني مش هتندموا. سلام عليكم.